عفيفي النبي خش سمعه. معايا يا عفيفي، خش معايا. اسمع، ممكن اقول لك مثلا حضراتكم تعلموا ان الدولة اعلنت انها هتطرح 32 شركة للبيع. 12 شركه تابعه للقوات المسلحه و32 شركه تم الاعلان عنهم فيما مضى. يا جماعه ما هو ده لازم نبقى واخدين بالنا. احنا هنا بنتكلم على اصول الدوله المصريه. اللي عايز يتفضل لكل الناس. هجيب لك المينيموم وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكس يا روح امك. هو عمرو بيمهد للبيع، انا ما بمهدش الحاجة، هي هتتباع. والنهارده الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية احيي اخويا الشيخ محمد واخويا الشيخ محمد بن راشد. استحوذت على 81% من باكين، شركة البويات والصناعات الكيماوية. المنطقة كلها عرب، ولو أجرتها هتاخد من وراها فلوس قد كده. وخلينا اكد احنا مستهدفين قبل نهايه يونيو، يعني قبل نهايه شهرين من النهارده، ان يكون تم تحقيق طروح يعني وانجاز ما يعادل على الاقل 2 مليار دولار. قبل نسيت يعني شهر، خلال شهر يكون عندنا يعني طروحات يتم تنفيذها بحوالي 2 مليار دولار. عقبال ما اطرح والناس تيجي واقعد اسوقهم واحنا شاطرين نسوق، لكن اللي انا اعرف اعمله ان اعمل. انت بالكتير قوي تشتغل في البنسيب عشان لو ما بعتوش تاكله. باكين واحدة من 32 شركة كانت قد أعلنت الحكومة عن طرحها. هو دفع كام؟ ما تقول له. لا هقول له. احنا بنتكلم على صفقة ب 24.9 يعني قرب 25 مليون دولار فقط. بصراحة يعني ده مبلغ قليل فعلا. الناس اللي بتتكلم وتقول ان احنا امبارح قلت هذا الكلام، احنا مفلسين او احنا مش هنقدر او غيره، الكلام ده كله كلام غير صحيح. كلام في سرك. في سرنا كلنا. لان انا عندي اصول، وانا خدت الفلوس قروض كلت بيها وشربت؟ لا. فنيجي نتكلم والموجه تعلى والحقوا ده بيعمل قصور. طبعا ما انا ببني في العاصمه دوله لا مؤاخذه الدنيا كلها هتتفرج عليها. لا بس احنا ما نقلش من حد الصراحة لا ما نقلش. لا الناس دي بتتعب. طبعا. ولست في حل ان انا اقول لحضراتكم ان احنا كان عندنا شركات وكيانات في الاونه الاخيره كنا هنبيعها وما اتباعتش. المفاوضات لبيع عدد أو حصص من الشركات المصرية، العقبة الأساسية بتاعتها هي سعر الصرف. بس هخش وانا مش عارف الدولار بكام، ومش عارف اذا كنت هدخل الدولار ده هعرف اطلعه ولا لا، ما عنديش مقاول راضي يديني سعر مثلا ساري لمده سنتين. طب اعمل دراسه جدوى اصلا ازاي؟ هو ده العقبه نمره 1 و2 و3. بيقبض كام يعني صواريخ ده في الشهر؟ 1000 جنيه، 1500 جنيه، بالحوافز 3000 جنيه. وبعدين لما يجي حد يسالني يقول لي بقول لك ايه، هو في تعويم بكره؟ يعني والنبي يعني ده سؤال. مالك يا وش ملتهب علينا ليه؟ هو لو في طب لو في تعويم انا اعرفه، يعني النبي لو عرفته يبقى دي دوله يعني. دي اشباه دولة مش دولة حقيقية. يعني ده كلام يا جماعه. هي واحنا قاعدين في سوبر ماركت يا جماعه، هتغلي ولا رز ومكرونه؟ ده دوله يا جماعه. اللي انا اعرف اعمله ايه؟ اعمل انا. بعدين قام قافلها في الاخر عسكر فوق وعسكر تحت، اخص عليك يا بتاع الكحك. 5 بالحب. ايه علاقه القطه العاميه بالباميه؟